السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازاي تتحرر من عاداتك السلبية؟ حياتنا كلها عبارة عن عادات، يا اما سلبية يا اما ايجابية. طب ليه سموها عادة؟ سموها عادة لانها بتشتغل اوتوماتيك، بتشتغل بدون وعي. بقت عادة عندك لانك قررت السلوك ده كذا مرة لحد ما بقى في عقلك اللاواعي، وبتعمله بدون وعي. طب ليه احنا بندمن العادات السلبية اسرع من العادات الايجابية؟ لان ببساطة العادات الايجابية طعمها وحش، لكن العادات السلبية طعمها احلى بكتير، وبتديك دوبامين اسرع وبكميات كبيرة. وعقلك دايما بيحب الراحة وبيحب الحاجة اللي بتجيبله دوبامين سريع بدون اي تعب. العادات السلبية بقت كتيرة عندك لانك بقيت بتاخد الدوبامين كلها من مصادر رخيصة. لازم تعرف العادة بتشتغل ازاي عشان تعرف تبطلها. العادة لما بتتملك فيك مش سهل تسيبك بسهولة. لازم تتحرر من اي عادة سلبية عندك. واول حاجة لازم تعملها لو عايز تتحرر من اي عادة سلبية انك تبدلها بعادة تانية ايجابية بتديك نفس احساس الدوبامين، ولكن دوبامين حقيقي. احرص دايما ان وقتك يبقى مشغول. لازم تتحكم في عاداتك من دلوقتي عشان بعد كده الموضوع هيبقى صعب عليك. اختار التغيير دلوقتي وما تستناش الوقت المناسب، وما توقفش عاداتك كلها مرة واحدة لان العقل بيقاوم التغيير المفاجئ. كسر عاداتك بالتدريج وما تنساش تبدلها بعادة تانية. وخلي بالك اي عادة بتيجي تبطلها هتقابلك اعراض انسحاب. معظم الناس بتفهم اعراض الانسحاب دي غلط، وبتقع للأسف في فترة اعراض الانسحاب دي. لازم تعرف انت بتعمل العادة دي ليه وقد ايه هي بتضرك. بتسرق منك وقتك وطاقتك ومستقبلك. ابعد عن اي حاجة بتحفزك انك تعمل العادة دي. ابعد عن اي حاجة بتفكرك بالعادة اصلا. ما تعودش مخك ان كل ما يكون زهقان يخش يعمل العادة دي، انت كده بتبوظ هرمونات دماغك. حرر نفسك وعيش بدون قيود. جاهد نفسك كل يوم على ترك العادة دي، وابدأ ابني عادات ايجابية وهتشوف الفرق بعدين. عود نفسك انك تخاف على نفسك. وبكده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.